النفسية والإنسانية في قالب حساني ساخر. مسرحية غزي وادي ديماس إلى جانب عروض أخرى تقدم لأول مرة، عروض حظيت بدعم الترويج وبرنامج التوطين المسرحي. مسرحية تتكلم عن حرب في أرض معركة اللي هو غزي، عن مين الأم والأب جاوا يزوروا ولدهم في أرض المعركة، يكتشفوا يعرفوا ياسر من الأمور في أرض المعركة. يعني اللجنه كتقرا النصوص وكتختار النصوص اللي كتشوفها انها تستحق انها يشوفها الجمهور المغربي على خشبه المسرح. وانا دابا هنا في العيون في اطار معاينه العروض اللي سبق لنا اختاريناها لاسباب فنيه واسباب اداريه ايضا، ان استوفت لشروط معينه. هذا المشروع اللي هو قدمته فرقه بروفا كيضم مجموعه من المحاور. هناك المحاور الفكريه اللي فيها مجموعه من الندوات، المحور ديال الورشات اللي فيه ما يزيد على 120 ساعه ديال التكوين في مختلف الفنون المسرحيه. يومان من العروض سمحت لجمهور العيون من اكتشاف إبداعات مسرحية ل4 فرق تمثل الجهات الجنوبية الثلاث. بقي أن نذكركم بالعنوان الأبرز لهذه النشرة. غدا 18 من نوفمبر تحل ذكرى عيد الاستقلال